بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده عندي امتحان مايكرو، حاسه ان انا متوتره بجد، مش عارفه، حاسه ان الامتحان بجد سلايدات كتير قوي، فبجد يعني ربنا يسترها. عايزه بقى اتكلم معاكم في حاجه. 2023 خلصت خلاص، اهو داخلين على 2024. الفيديو ده احتمال ينزل بعد ما اصوره ب3 4 ايام، عشان انا اصلا عندي طول الاسبوع امتحانات، فمش عارفه هلحق اديت ولا لا. فان كان الوقت اللي بتشوفوه فيه كده كده هتشوفوا الفيديو ده قبل ما السنه دي تخلص، فخلاص يعني يعتبر فاضل اهو كام يوم والسنه تخلص. وانت هتلاقي نفسك كان في حاجات كتير قوي كان نفسك تحققها السنه اللي فاتت. لو عملت فلاش باك كده لاول سنه 2023 هتلاقي ان انت كنت نفسك تحقق فيها حاجات كتير، ممكن تكون حققت منها حاجات وممكن تكون ما حققتش منها حاجات وممكن تكون ما حققتش منها اي حاجه اصلا. خلاص كده كده اللي عدى عدى، انت كده كده مش هتقدر ترجع بالوقت تاني، بس خليك بقى في اللي في ايدك. دي اول سنه ممكن اكون هخطط ليها، قبل كده كنت بمشي حياتي عادي بالبركه، ما كنتش بخطط عادي. فانا بقالي فتره كبيره قوي حاسه ان انا افكاري مش مرتبه، حاسه ان انا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه او ايه اللي مضايقني او كل الحاجات دي. فاشتريت الاجنده دي التو دو ليست بتاعتها، بس دي مش الاساسيه لان كده كده دي فيها تو دو ليست يعني. فاشتريت الاجنده دي، كتبت فيها اهداف سنه 2024 في كل حاجه انا عايزه اعملها، كل حاجه او كل عاده عايزه التزم بيها. بعد الاهداف في صفحتين فاضيين كده كتبت فيها ايه الحاجات الصح اللي انا كنت بعملها طول السنه وايه الحاجات اللي كانت مضايقاني. وقعدت كده افضي دماغي من كل الكركبه اللي انا بفكر فيها، وبجد انا ارتحت جدا جدا بعد ما عملت ده. انا اول مره اعمل ده في حياتي، وبجد كنت مبسوطه جدا جدا. كتبت الحاجات اللي ما كانتش صح في حياتي الحاجات اللي كانت بتضايقني، وكتبت الحاجات الحلوه برضو اللي انا كنت بعملها علشان اتشجع. كده حسيت ان انا فضيت دماغي على الورق. تفضيه الحاجات اللي في دماغك على ورقه دي حاجه بجد حلوه جدا جدا، وبتساعدك ان انت تكون نفسيتك كويسه ومرتاح. ليه بتكتب الاهداف على ورقه مش تخليهم في دماغك؟ علشان حاجه لما تكون مكتوبه قدامك وكل شويه تبص عليها هتبقى دماغك كده متسيستمه ان الحاجات دي لازم تتعمل، مش مجرد ان هي افكار وخلاص وممكن كمان تنساها. لا، اكتب كل الافكار دي على ورقه. مش شرط حتى الاجنده دي، انت ممكن تجيب ورقه عادي وتكتب فيها كل الحاجات دي، واكتب لنفسك بعد ما تكتب الحاجات الصح والحاجات الغلط اكتب لنفسك رساله بوضعك دلوقتي وايه شعورك دلوقتي وايه الحاجات اللي مضايقاك، هل انت كويس؟ واكتب لنفسك رساله تشوفها السنه الجايه، وان شاء الله السنه الجايه لما تيجي تشوف الكلام ده وتشوف انت حققت اهدافك او لا، اللي كنت بتعملها صح هل فضلت تعملها ولا قللتها. وهتشوف كمان الرساله اللي انت كنت كاتبها لنفسك، هتشوف انت كنت فين وبقيت فين. ان شاء الله تكونوا بقيتوا في الاحسن، واعتقد ان دي حاجه مهمه ما تستهتروش بيها، وان شاء الله كلكم تحققوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها من السنه الجديده. بس كده دي كانت حاجه انا عايزه اقولها. هرجع بقى اكمل مراجعه على المايكرو، بعد كده هلبس وانزل ونشوف بقى هنعمل ايه في باقي اليوم. لبست وخلصت وهنزل دلوقتي الامتحان، وبجد يعني بجد ربنا يسترها. شنو اكثر شيء يساعد ويساهم في الصبر؟ يعني شوف، في قضية واحدة إذا أخذها الإنسان صح بيرتاح. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، قدر الله ما شاء فعل، انتهى الأمر. صباح الخير. الحمد لله امتحان امبارح كان كويس بجد، ما كنتش متخيله كده، كنت رايحه متوتره جدا جدا، بس الحمد لله يعني عدى على خير، على غير المتوقع خالص. الفكره بس ان الامتحانات دي بتكون سلايدات كتير، والسلايدات بتكون متشابهه في الشكل، فاحنا المفروض نطلع الشكل ونحفظ الحاجات اللي في الشكل كمان، بس الحمد لله عدى على خير. ورجعت امبارح حرفيا اتقلبت، ما قدرتش اكمل تصوير امبارح، كنت تعبانه جدا فنمت وصحيت، قعدت بقى اذاكر الماده اللي بعدها، طبعا برضو نفس النظام بتاع الماده اللي قبلها، يمكن اسوأ كمان. ورحت امتحنت، والامتحان ما كانش
مش احسن حاجه، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، انا عملت اللي عليا وحاسه ان انا ما كانش في حاجه تانية ممكن اعملها ما عملتهاش، فده الحاجه الوحيده اللي مصبراني. بس في نفس الوقت برضو طالعه زعلانه. بعد ما طلعت من الامتحان قعدت اجلد في نفسي شويه، اللي هو ايه، انت كان المفروض تعملي احسن من كده، وكان المفروض تذاكري اكتر من كده وما اعرفش ايه، وانت اللي قصرتي وانت اللي ضيعتي وقت وكده. بعدين لما روحت، يعني انا لسه اول ما روحت دلوقتي قعدت شويه كده، حسيت انه لا، يعني ليه بجلد في نفسي؟ ما انا عملت اللي عليا. وليه دايما بنحط اللوم على نفسنا واحنا ممكن نكون عملنا اللي علينا بس نقعد نلوم في نفسنا ونجلد في ذاتنا؟ افتكرت بقى اللي كان حصل لي في امتحان الفرنساوي قبل كده، لما كنت حكيت لكم وانا في ثالثه ثانوي برضو كنت طالعه مش حله كويس، بس ده بقى عشان كان استهتار مني وانا كنت عارفه ان انا مستهتره. بس ليه الواحد يفضل يجلد في نفسه على الدرجات وكده؟ انت ممكن تكون عملت اللي عليك، وحتى لو ما عملتش اللي عليك انت المفروض تتعلم من غلطك وخلاص، وفي المره اللي بعدها تحسن وتشوف انت ايه الحاجه اللي ناقصاك او ايه الحاجه اللي انت كان المفروض تعملها ما عملتهاش وتعملها. ولو انت عملت اللي عليك برضو وعملت كل حاجه ممكن تكون هتتعمل، خلاص انت كده عملت اللي عليك، ما تزعلش، خلاص دي بقى قدرك من عند ربنا، ما تزعلش. لكن لو انت مثلا حاسس ان انت كان المفروض تعمل حاجه وما عملتهاش، خلاص بقى ما تقعدش تجلد في ذاتك وكده، لان كده كده الامتحان خلص. فحاول ان انت بقى تصلح ده، والمره اللي بعدها ما تضيعش الوقت او ما تكررش نفس الغلط تاني. بس اهم حاجه ما تقعدوش تجلدوا في نفسكم، عشان بجد دي حاجه وحشه، وانت مش حمل ان انت تقعد تعمل في نفسك كل ده، خاصه بقى لما تبقى في ثالثه ثانوي او لما تبقى في سنه فيها ضغط جدا في حياتك، ايا كان بقى ايه السنه اللي انت فيها، لو انت في طب بشري، لو انت في طب اسنان. ما تقعدش تجلد في نفسك على الفاضي، اتعلم من غلطاتك وشوف انت عملت ايه وتعلم من ده. وده كلام طبعا انا بقوله لنفسي لان انا برضو ما زلت متضايقه، ومهما اقول هفضل متضايقه من جوايا، بس ما ينفعش اطول. يعني انا اللي هو دلوقتي ممكن اقوم اعمل اي حاجه بحبها، اقوم اعمل اكله بحبها، اقوم افصل شويه مثلا، مع ان بجد ما فيش وقت للفصل. يعني انا عندي امتحان بعد بكره وده الماده الوحيده اللي قبلها يوم فاضي، المفروض ان انا الحق المها عشان كتير برضو. فبجد اسبوع كامل من الضغط والمرمطه وكل حاجه، بس برضو هقوم اعمل لنفسي اي حاجه بحبها واحاول ان انا افك شويه. ان شاء الله ان شاء الله يعني الامتحانات اللي جايه تعدي على خير. بس انا حبيت اشارككم بالابديتس يعني بتاعت اليوم، كمان برضو عشان اقول لكم ان انتم ما تقعدوش تجلدوا في نفسكم، لان الواحد لما بيقعد يجلد نفسه بجد بتكون حاجه سيئه. فالمفروض تكون رحيم بنفسك. يعني انت لو شفت حد متضايق مثلا من حاجه وكده، فهتحاول ان انت تخفف عنه كده، فما بالك بقى بنفسك انت عمال تجلد فيها كده وتقول لها انت فاشله وانت وحشه وانت كان المفروض تعملي كذا وما عملتيش. ان احنا اللي هو لا، ما تعملش في نفسك كده، وما تفضلش تجلد في ذاتك على كل حاجه بتحصل سواء بايدك او مش بايدك. لو حاجه حصلت غصب عنك فدي اصلا ما فيهاش نقاش، قدر الله ما شاء فعل وخلاص، اللي حصل حصل. بس لو حاجه كانت بايدك وانت كان في ايدك تعمل حاجه ما عملتهاش، خلاص اللي حصل حصل. فالمره الجايه ان شاء الله تتعلم من غلطك وما تعملش الحاجه دي تاني. واخر حاجه، عشان لو انتوا في ثالثه ثانوي برضه، عشان في ناس كتير بتكلمني في الموضوع ده، لو انت غلطت في امتحان وجبت درجه مش كويسه، روح للمدرس بتاعك واساله في كل الحاجات اللي انت غلطت فيها وعلم عليها، واحتفظ بالورق ده، عشان بعد كده لما تيجي مثلا تراجع على الباب ده او لما تيجي تراجع على الجزء اللي انت امتحنته ده، تبقى تشوف الاسئله اللي انت غلطت فيها عشان ما تغلطش فيها تاني. بجد الموضوع ده بيفرق جدا. اتمنى ان شاء الله ان الامتحانات الجايه تعدي على خير وان الامتحان يبقى كويس. مش عارفه الفيديو ده ممكن ينزل امتى، عشان انا بجد ما عنديش اي وقت اعمل اديت. ممكن كمان انزله بعد الاسبوع بتاع الامتحانات ده، فلما اجي اتفرج عليه بقى والاقي ان انا كنت حليت في الامتحانات اللي بعد الامتحان ده كويس، احس ان انا الحمد لله حليت كويس في الامتحانات اللي بعد كده. فستي تيوند بقى مع بعض كده، الامتحانات الجايه هنعمل فيها ايه، ولما اجي اعمل بقى اديت للفيديو ده اشوف بقى عملت ايه في الامتحانات اللي بعد كده. هقوم دلوقتي اعمل اي حاجه اشربها بحبها، اقعد كده شويه اسمع برضو اي حاجه، بعد كده ننام ونقوم بقى نذاكر الماده اللي بعدها.